إلى صديقي التي بترت قدمه أثناء العمل إثر سقوط حجر عليه، أهدي إليك هذه الحلقة ولمن عانى كما عانيت، وإلى كل العمال المغتربين في كل زمان ومكان. على عبيد العالم أن يتحدوا، فلا شيء سوف يخسرونه إلا أغلالهم. السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من فلسفة الفراشة، يقدمها إليكم العامل المغترب محمد سامح. فكر معايا كده زمان أول ما دخلت مدرسة وبدأت تعليم ومذاكرة وامتحانات، وانتقلت من ابتدائي لاعدادي لثانوي لكليه، بقى انت ونصيبك دخلت ايه، ومن الكليه تكليفات ودكاتره ومش عارف ايه على ما تتخرج. ولكن كل اللي انت بتعمله ده مثلا مش عشان العلم نور ولا فضيله لا سمح الله، انت بتعمل كل ده علشان تشتغل. بعد كده يا باشا تتوزع على سوق العمل بالهمزه وليس بالقاف، وانت وحظك بقى اللي بتشوفه. طب هل بعد كل التجهيزات دي كلها عشان تشتغل، هل الانسان بيعيش سعيد؟ هل بيشتغل الحاجه اللي هو عايزها في الاخر؟ هل بيعيش حياه كريمه ولا في الاخر بتنتهي بيه ان هو عايش حياه عبوديه؟ فللاسف معظم اهل الارض بيعيشوا نفس السيناريو من تعليم وشغل، ومعظم اهل الارض بيعانوا من نفس السيناريو. خلونا في الحلقه دي نتكلم عن الشغل والعبوديه في الشغل، واحنا ليه بنشتغل اصلا في الاساس. ولو انت يا باشا عبد زيك زي كل الشعب، فايه الحلول؟ استناني بعد الانترو. كعادتنا نبدأ الحكاية من أولا. الإنسان بيشتغل ليه أصلا في الأساس؟ وهنا نبدأ من بداية صاحب الكلام اللي هيتقال في الحلقة دي كلها، وهو كارل ماركس، الفيلسوف الاقتصادي الألماني الشيوعي كارل ماركس. ماركس في كتاب المخطوطات الفلسفية والاقتصادية لسنة 1844 ماركس جاب لك الموضوع من الأول خالص. إيه هو الإنسان ده أصلا؟ الكائن لا دينه 300 ألف سنة عايش على الأرض ده، إيه يتسمى إيه؟ ماركس قال لك ان الانسان ده كائن نوعي. يعني ايه كائن نوعي؟ يعني الكائن ده المفروض انه بيعبر عن النوع بتاعه، اللي هو مثلا مختلف عن الكائنات التانية زي الحيوانات وغيرها. اشتاق بديهيات، لكن ما تظلمش ماركس، مش ده قصد ماركس قوي من الموضوع. الجديد اللي قاله ماركس ان احنا بنعرف ان الانسان ده كائن مختلف من افعاله. تعالى كده وريني نفسك، اعمل حاجه عشان تثبت لي ان انت انسان. طب وهتثبت لي ازاي؟ قال لك من تعاملك مع الطبيعه. دي يا باشا الملعب بتاعك انت باقي الكائنات. الطبيعة دي ملك للكل. شوف بقى انت بتتعامل مع الحاجات اللي على الكوكب دي ازاي، معاك كل عناصر الطبيعة، وريني نفسك. فافعالك هنا يا باشا وتعاملك مع الطبيعة زي ما وصف بالظبط، الطبيعة هي جسم الانسان غير العضوي. فتعاملك مع الطبيعة ده سماه ماركس بين قوسين العمل. هي دي الحاجة اللي اقدر افهمك من خلالها، واعرف نوعك واعرف وعيك واعرف كل شيء عن ماهية الكائن ده من وعي ومن تركيبة من خلال العمل. وده مثلا اللي بيظهر لما بنقارن سلوك الانسان بسلوك الحيوان في العمل وممارسة الحياة، وهو ان الانسان فعلا كائن واعي. الله يا ماركس جيب اختلافات فشيخة. الحيوان مثلا لما بينتج حاجة العمل بتاعه، فهو بينتج ده نتيجة الحاجة الجسدية عنده، اكل شرب نوم جنس. عكس مثلا الانسان، المفروض الانسان بينتج لما يكون متحرر اساسا من الحاجات دي، مشبع الحاجات الجسديه بتاعته، واكل شارب نايم من نوعين. وتعالى بقى اكتشف لك الكهرباء، تعالى اخترع لك طياره، تعالى مش عارف اعمل لك الطاقه، وهكذا. مثال تاني لتوضيح الفكره، الحيوان مثلا كل انتاجه متمركز حواليه فقط. يعني مثلا بيبني عشه، بيحفر مكان عشان يبات فيه، كلها حاجات بتصب فيه وفي مصلحته في الاخر. عكس الانسان اللي مثلا بيغير في الطبيعه، بيعيد تكوينها على مزاجه، وبيتصرف في نتيجه الحاجه اللي عملها براحته. يعني يكتشف الطاقه ممكن يعمل لك بقى يعيد استخدامها، يستخدمها في كذا وهكذا. فهنا نعرف ان الانسان ده كائن واعي، وان علاقته بالطبيعه هو العمل. فالمفروض ان شغل الانسان في الطبيعه هو اللي بيعبر عنه. كل شغل وكل مجهود بتبذله مع العالم وفي العالم ده المفروض بيعبر عنك وعن كينونتك انت كانسان. وان نتيجه الشغل بتاعك ده لازم تحس ان هي بتعبر عنك. يعني مثلا عارف لما تبقى قاعد في البيت وتقعد تكركب في الحاجات القديمه وتروح عامل ديكور معين، لما بتبص في الديكور ده بتحس فعلا ان ده انت اللي عامله، بيعبر عنك. زي اللوحه بالنسبه للرسام، زي العامل وشكل الفخار اللي هو بيعمله، الشغل بيعبر عنه. فدي
الطبيعة بالظبط زي ما وصفها ماركس، والطريقة اللي احنا نقدر نكتشف بيها الإنسان ونقيمه ونعرف إن ده كائن واعي ومختلف هي الطبيعة. يعني عشان أجي أحكم عليك هبص للطبيعة مش هبص ليك أنت. وده كان عكس اللي جابه مثلا هيجل كان بيعرف وعي الإنسان بطريقة مثالية شوية، ودخل في الروح وفي حاجات مالناش دعوة بيها ولا لنا دعوة بهيجل لا دلوقتي ولا بعد كده. يعني ربنا يعينه على فلسفته الصراحة. تمام. إيه بقى اللي حصل؟ اللي حصل ان كل حاجه بتتطور حتى الانسان. بس انا مش بتكلم ان الانسان كان قرد وبقى انسان، لا، الانسان اشتغل على نفسه، عمل ثوره صناعيه، حياته كلها اتحولت وبقى انسان نظيف كده شويه. وانه بعد ما كان هو صانع كل حاجه والمسؤول عن كل حاجه، لا، جه دلوقتي دور الاله وخدت مكانه كبيره، واصبح الانسان يحكم ويحكم بمنهج جديد اسمه الراسماليه. ايه بقى الراسماليه بقى وكلام شباب وسطناوي دول؟ بص يا باشا، باختصار شديد، ايه هي الرأسمالية؟ الرأسمالية دي هي فكرة سيطرة الملكية الخاصة على الانتاج والاقتصاد، بحيث ان اي انتاج او اي مشروع، اي حاجة تكون محكومة بملكية خاصة للفرد. مش لازم يعني تكون عشان تعمل حاجة تشتغل مع الحكومة او تتعاقد مع جهة معينة وتقسموا الارباح، لا، انت الفرد معك كل شيء، انت المتحكم في كل شيء. يعني محمد عايز يعمل مصنع ومعاه يا سيدي فلوس المصنع وفلوس الاساليب الانتاج اللي هو يجيبها. اعمل يا عم المصنع وجيب ادوات الانتاج بتاعتك ويكون باسمك وانت اللي تتحكم فيه في كل حاجه، واي ارباح انت صاحبها وتوزع بمزاجك، كل الارباح راجعه لك في الاخر. عايز تدي مرتبات بنسبه معينه ادي، عايز تتحكم في اي شيء انت المتحكم. طب يا عم المنهج ده لذيذ وبيشجع على الحريه وان اي حد يقدر يفتح مشروع ويكسب، فده شيء لذيذ. كمان بيعزز المنافسه، ان اي حد عايز ينجح وبايديه ان هو ياخد القرار ويبني من نفسه ويحصل منافسه، فده ينعنش الاقتصاد. فين بقى المشكله معاك في الموضوع؟ الفكره يا قلبي ان بعد سيطره هذا النظام الراسمالي على العالم بشكل مهول في كل شيء، واصبح هو المنهج المحرك لاغلب نواحي حياتنا تقريبا اللي هي مبنيه على فكره الملكيه الخاصه، اللي حصل ان ده خلق حاله اغتراب. يعني ايه الكلام ده؟ وهنا باغتراب مش معنى ان انا بسيب بلدي مثلا واروح اعيش في القاهره او العكس، او ان انا اسيب البلد اطلاقا. الاغتراب المقصود بيه ان حاجه انت كنت قريب منها قوي وحصل حاجه خلتكم مش قريبين، فحصل اغتراب. زي مثلا مكان انت كنت شغال فيه وبتحبه قوي وحابب الناس اللي فيه، بعد كده حصل مشاكل بوظت علاقتكم، اصبح ساعتها الشغل مش بتاعك، حاسس ان المكان ده مش مكانك، حاسس فيه باغتراب. ماركس بقى مسك حته الاغتراب دي وقام رماها على حته العمل. قال لك ايه؟ قال لك في كتاب المخطوطات الفلسفيه والاقتصاديه 1844، الكتاب المبني عليه اغلب الحلقه، ماركس قال لك فكره الاغتراب العمل انك تشتغل شغلانه وانت مضطر لظروفك بقى الخاصه، مش لاقي تاكل فانت مضطر ان انت تشتغل، وان الشغل اللي انت فيه ده ما يكونش بتاعك، يعني بيكون مدير او راس مالي هو اللي بيتحكم فيك. زي اي شركه موجوده حاليا، الملك بتاعها هو اللي معاه كل حاجه، وانت بتروح الشركه او المصنع ده ايا كان 8 6 ساعات وبتدخلك 3 4000 جنيه في الشهر او حتى 10، وصاحب الشركه هو اللي بيلم باقي البرتيته. زي ما صاحب الشركه هو المتحكم في مصيرك، يقدر يقول لك في اي وقت اتفضل من غير ما ترد وما تقدرش تقول له اي كلمه. لقيت نفسك في المثال صح؟ لقيتني ولقيتنا كلنا لقينا نفسنا في هذا المثال. اذا يا صديقي انت مغترب من وجهه نظر كارل ماركس، اللي هو قال لك بالنص عرف اغتراب العمل على انه هو العمل الذي يقوم به العامل مجبرا للرأسمالي وتملك الرأسمالي لناتج عمل العامل وانفصال العامل عن وسائل الانتاج التي تواجهه الذي يقوم به العامل المغترب، وهي في حيازه الرأسمالي كقوه غريبه ومستعبده. طب ايه يا عم اللي هيحدد لي برضه ان انا مغترب؟ انا مش مصدقك، انت بتشتمني. انا عايز تفاصيل، يعني انا مش هكون مغترب ومش فاهم. بص، ماركس قسم الاغتراب لاربع حاجات، لكن قبل ما اقولهم لك خلينا نرجع لحاجه مهمه علشان دي هتربط معانا في الاربع حاجات دول. افتكر معايا تعريف ماركس للانسان ايه؟ خلينا نفتكر ان الانسان كائن واعي ومميز، واللي بيميزه هو العمل. العمل هو المكان الوحيد اللي يقدر يطلع فيه عبقريته وابداعه، وقد ايه هو كائن نوعي ومختلف عن الحيوانات. فلازم تفتكر النقطه دي عشان نفهم التغير اللي حصل. ونبدا من اول حاجه، اغتراب العامل عن العمل. بص يا قلبي، انت مش انت وانت في الشغل بتروح شغلك مثلا على اغنيه يمكن ده مش مكاني او الزمان ده مش زماني، هل انت المفروض تكون هنا؟ بتسأل نفسك كل شوية، هل لو انا معايا فلوس وعشت مرتاحة هل هختار نفس الشغلانة دي؟ اسأل نفسك السؤال ده لو انت بتسألوش. هل لو معاك فلوس وعشتك مرتاحة
هل هتختار نفس الشغلانه اللي انت شغالها دلوقتي؟ هل انت شايف نفسك اتولدت عشان تكون عامل في مصنع، او انك مثلا توصل طلبات، او موظف حكومي، او واحد واقف على آلة سكان، ولا كنت كريتور في شركه فشيخه، ولا حتى موظف في جوجل؟ هل دي الحاجه اللي انت فعلا بتحب تعملها؟ مهما قعدت فيها وقت مش هتزهق، ولو مفيش مقابل من وراها انت هتعملها. ومقابل هنا قصدي اسم او فلوس او لو انت بتاخدش مقابل من ورا ده، ولا صيت ولا سمعه ولا هل هتختار نفس الشغلانه وتختار ان انت تعمل العمل ده؟ لازم يا قلبي تسال نفسك، اسال الشغل ده بياخد منك قد ايه صحه ووقت وتعب ومجهود وتفكير وقلق وسهر وتركيز، وبيديلك ايه في المقابل بعد كل ده؟ لو انت لاقي تاكل وتشرب وعايش في مكان كويس، فهل هتكرس الوقت والصحة والمجهود والتعب ده كله في نفس الشغلانة ولا لا؟ فلو لا، فأهلا بيك وتعالى جنب أخوك المغترب زي ما عرفنا كارل ماركس، لأن قالك إن الإنسان الحاجة المفروض الوحيدة اللي تعبر عنه هو العمل، المكان اللي بتحط فيه ابداعك، فالمفروض ده المكان الوحيد اللي بتعبر فيه عن نفسك. الشغلانه اللي انت بتشتغلها لو هي ما كانتش المكان اللي بتعبر فيه عن نفسك وبتحس بنفسك فيها زي كانك قاعد بمزاج قوي بتعمل حاجه بتحبها، ومهما بذلت جهد مش هتحس بالجهد ده وعايز تبذل اكتر، مش بتستنى مثلا ساعه البريك بطلوع الروح، او بتصدق ان نهايه الشفت تيجي عشان تمشي، او ان الكهرباء تقطع عليك وانت بتشتغل، او حاجه تقع على دماغك تجيب اجلك خالص وتخلص من الشغلانه دي، فده مش مكان عمل، لانك لو ما طلعتش ابداعك ومهاراتك في الشغل هتطلعه فين؟ ثانيا، اغتراب العامل عن ناتج العمل. يعني ايه؟ يعني بعد كل المجهود والصحيان بدري والتركيز والصحه والقلق وكل اللي احنا بنعمله ده، كل الحاجات اللي انت بتديها للشغل يا باشا، انت بتطلع بايه بقى من الليله دي كلها بعد كل اللي بتديه؟ يا دوبك فلوس توكلك وتشربك، وقبل اخر الشهر يا دوبك اذا كان معاك في يومين بتاكل فيهم بالديون. طب هل المنتج اللي طلعته ده راجع عليك انت كواحد شغال؟ الشركه اللي انت شغال فيها دي المفترض ان هي بتنتج مثلا باتيهات، هل لما بتشوف قطعه الباتيه اللي انت بتنتجها دي، هل بتحس نفس احساس الراسم والرسمه اللي هو حاجه انت بتحبها وحاسس نفسك في المنتج اللي بتطلعه ده؟ هل ده اللي بيحصل؟ هل بتبقى مبسوط ان انت طلعت الحاجه دي ولا لا؟ في الغالب الحاجه اللي انت بتنتجها انت نفسك ما تبقاش قادر تشتريها. اسال مثلا الشاب الغلبان اللي بيوصل لك او بيقدم لك وجبه الماك، هو بياكل كام وجبه ماك في حياته بالمرتب بتاعه؟ او اسال العامل الغلبان اللي شغال في مصنع مرسيدس، هو اصلا معاه عربيه ولا لا، وهو اللي مطلع عربيه المرسيدس اللي احنا بنركبها؟ او حتى ساله بيطلع له كام نسبه من الارباح اللي بتطلع للشركه دي كل شهر؟ خلي بالك الكلام برضو موجه ليك، لو انت برضو بتقبض كويس وشغال والكلام زي الفل، هل انت مثلا ناجي من الاستغلال؟ اطلاقا، كل واحد مستغل ولكن بالنسبه بتاعته. قول لي صاحب الشركه بتاعتك بياخد كام وانت بتاخد كام بالنسبه للي هو بياخده؟ انت بتنام وبتصحى وبتقوم الشركه انت واصحابك التيم اللي معاك في الشغل، وهو نايم بيجيب اضعاف المرتبات في ساعه، فانت برضو بتتعرض للاستغلال ولكن بدرجه اقل. فانت كعامل مضطر تتقبل الاستغلال ده، لان اسهل رد هتلاقيه حبيبي الشغل عندنا بالطوابير، فانت لو مشيت 100 واحد غيرك عايز يجي. علشان تتحول من عامل بينتج سلعه الى سلعه بتنتج سلعه، احنا بنتحول من بني ادمين لسلع تخضع للعرض والطلب، زينا بالظبط زي الطماطم، لما تكون في الموسم بتاعها والانتاج زايد والطلب زايد فبتبقى رخيصه، لكن لما الطلب يزيد عن العرض، يعني ناس كتير عايزه طماطم لكن مفيش طماطم كتيره في السوق، فتلاقي الطماطم غليت. هكذا العامل الشغال بالظبط، وهكذا نحن ايا كان مرتبك، طلب كتير، الناس عايزه تشتغل كتير بس فرص الشغل قليله، اذا فانت قيمتك بتقل، واذا الشركه هتاخدك عبد وانت رجلك فوق دماغك وما تقدرش تتكلم، لانك من غيرها هتموت من الجوع، وتقدر تحط لك الرقم اللي هي عايزاه، لان هنا الطلب زايد عن العرض. وهنا حتى خطيره جدا قال عليها كارل ماركس وبينبهنا ليها، قال لك ان انت كل ما بتشتغل اكتر كل ما بتعلي من قيمه المنتجات وقيمه الاشياء اللي انت بتشتغل فيها. لو انت مثلا شغال في مرسيدس، فانت شغلك ده وكل جهد بتحطه في المصنع فده بيزيد من قيمه مرسيدس، ده بيزيد من قيمه البراند اللي انت شغال فيه او الشركه اللي انت شغال فيها، وبالتالي كل ما بتعلى قيمه المنتجات كل ما بتقل بالتتابع قيمه البشر. دلوقتي انت ممكن تفضل ايفون على انك تكسب مثلا صاحب جميل، او انك تفضل 100,000 فولور على انستجرام على انك مثلا تكسب شله حلوه تقعد معاهم وتحس فيهم بذاتك. للاسف قيمه الاشياء عليت على قيمه البشر، فكلما زاد
ما ينتجه العامل قل ما يستهلكه، وكلما ازدادت القيم التي ينتجها أصبح هو أكثر تفاهة وقلة شأن، وكلما تحسن شكل ناتجه أزاد العامل تشوها، وكلما ازداد إبداع العمل أصبح العامل أكثر غباء، وكلما ازدادت قدرة العمل أصبح العامل أكثر عجزا وأكثر غباء، وازدادت عبوديته للطبيعة. ثالثا، اغتراب العامل عن ذاته. وفي ظل المعركة اللي انت فيها في العمل دي كلها يا قلبي، انت بتخسر شيء مهم انت مش واخد بالك منه، وهو انت فين يا محمد يا احمد يا مسعد يا ايهاب يا نور يا سلمى يا منى؟ انتوا فين من نفسكم وانتوا في الشغل ده؟ في اغتراب العمل ماركس بيقول ان الانسان مش بيحس بذاته الا لما يمشي من الشغل، مش بتحس بذاتك لا في يوم الاجازه او في ساعه البريك، تحس بنفسك وحريتك، لكن في الشغل انت بتتحول لشخص تاني، مع ان الشغل ده المفروض يكون هو المكان الوحيد اللي بيعبر فيه عنك، والمكان الوحيد اللي بتعبر فيه عن ذاتك وابداعك وتفكيرك، والمكان الوحيد اللي بتحس فيه بنفسك. لما ما تحسش كده في الشغل امال هتحس ده فين؟ وهنا ماركس بيلمس الواقع بتاعنا ويجي لنا هنا ويقول لنا ازاي الشغل والعمل المغترب حولنا من كائنات بشريه نوعيه الى مجرد حيوانات. ارجع معايا لتعريف ماركس للعمل وعلاقته بالانسان. قال ان الانسان بيشتغل بعد ما يشبع حاجاته، اكل شرب سكن، على عكس الحيوان اللي هو بيشتغل عشان ده بس، بيشتغل عشان يشبع حاجاته بس. فاللي حصل في الفتره دي اللي احنا عايشين فيها ان اغلب الناس مش بتشتغل عشان عايزه تشتغل، الناس بتشتغل عشان لو ما اشتغلتش هتموت من الجوع. الناس بتشتغل بكل حسرة وأسف عشان بس تاكل، تشتغل عشان لو قعدت هتموت من الجوع. فهنا الإنسان تجرد من الإنسانية والوعي بتاعه اللي بيميزه عن الحيوانات عشان يصبح كائن يشبع حاجاته فقط، ياكل وينام ويشرب ويقوم يشتغل عشان يشبع اخر اتنين، عشان ياكل ويشرب ويعرف يقوم يشتغل. وهنا انا مش بحط الذنب عليك، انا زيك، العيب مش فيكو، العيب في النظام. على حد وصف ماركس بيقولك العمل المغترب يجعل حياة الإنسان كنوع هي وسيلة لوجوده الجسدي. يعني قالك الوعي والعقل اللي عند الإنسان اللي هو أكبر ما يميزه وأكتر حاجة بيبان فيها الوعي بتاعك ده وإنتاج الوعي ده هو العمل. تخيل بقى لما يكون كل ده المكان اللي بيكون أكبر تعبير فيه عن نوعك هو فقط وسيلة لوجودك، وليس وجودك كلك إنما وجودك الجسدي فقط. إنما أنت فين؟ الله أعلم. رابعا، اغتراب الإنسان عن الآخرين. خد من هنا وحط على هنا. زي ما بقولك، بعد ما الناس ما كانت بتقيم الناس بالناس، أصبح دلوقتي الناس بتقيم بعضيها بالإيه؟ بالامتلاك. أنت عندك إيه؟ أنت لابس إيه؟ أهلك شغالين فين؟ بتقبض كام؟ ناس بتقيم بعضيها بالفولورز بتوعهم على الانستجرام، بالعربية اللي راكبينها، باللبس اللي لابسينه إذا كان براند ولا لا، بالموبايل بتاعهم إذا كان ب3 كاميرات ولا بكاميرتين ونص. فللأسف دي أصبحت معاييرنا في الوقت الحالي. احنا بنقيم بعضينا كأشياء، منتجات، فاحنا تجردنا من انسانيتنا. وللاسف النظام الرأسمالي هو مساهم كبير جدا بسبب اللي خلانا نوصل للوضع ده. الناس بقت بتاكل بعضيها من كتر المنافسه، المقارنات، ده معاه ايه وده مش معاه ايه، وانت لازم تشتغل وتجيب اكتر من فلان، وانت لازم تدوس على نفسك عشان تحقق التارجت اللي فلان ما حققهوش، وهكذا. بقينا عايشين في حرب ما بيننا وبين بعضينا طول الوقت عشان نحقق التارجت او عشان نوصل لحاجات نجيبها احنا اصلا مش عايزينها، هي حاجات مش اساسيه في حياتنا. لكن القيم والرأسمالية غيرت لنا حتة القيم، خلتنا نجري ورا حاجات احنا في الاساس مش لازمانا. ومن المستفيد من كل ده؟ هو الرأسمالي، هو صاحب الشركة، هو مالك البراند اللي انتوا بتتخانقوا عشان توصلوا للتارجت مين الاول عشان تاخدوا 500 جنيه، وانتوا بقى ولعوا في بعض في المنافسات ومش عارف ايه، وهو اللي بيشيل الليلة في الاخر. فانت متخيل العبث والجري واحلامنا واهدافنا وطموحاتنا ورا حاجات احنا مش عايزينها. اللي بيحصل ده عامل زي جماعة عطشانين مش لاقيين مية، رايحين يجروا مين يطلع الجبل الاول بدل ما يدوروا على ميه، واللي معاه الميه هو اللي قال لهم اللي يطلع الجبل الاول يبقى واحد فشيخ جدا وهو يقعد يشرب الميه لوحده. دي كانت كل انواع الاغتراب. وبعد ما سردنا لك انواع الاغتراب قد ياتي الى ذهنك سؤال: ليه لما بشوف اي سلعه زي الايفون، الساعه الرولكس، العربيه المرسيدس، الحاجات دي، ليه مش بحس بالاغتراب اللي شافوه العمال دول وما بينتجوا لنا المنتج ده؟ هنا ماركس فسر الموضوع ده بحاجه اسمها فتيشيه السلع. ده اغرب اسم انت ممكن تتخيله، واحد بيهيج على معدل التضخم مثلا. ايه فتيشيه السلع دي بقى؟ الفتش
تعريف الفتش هو الهوس الجنسي، هو شعور بالإثارة الجنسية من شيء معين أو نشاط أو جزء من الجسم. يعني مثلا الناس بتحس بالإثارة من الرجلين، ناس بتحس بالإثارة لما تتشتم، ناس مثلا أنا بشرح في إيه؟ يعني الموضوع ملوش دعوة بميتين الموضوع ده خالص، مش موضوعنا دلوقتي يعني، سرش على الفتش بعد كده. المهم ماركس هنا مش بيقصد المعنى الجنسي للفتش، ماركس عايز يوصل لك إيه من الآخر؟ إن السلعة بيبقى ليها طابع سحري، ليها فتش كده معين، حاجة بتحس بيها مش بتبقى قادر تفسر ايه اللي بيحصل ده. زي مثلا اول مرة بتشوف فيها ايفون 30 بلس اكس 16 حسيت بايه؟ عارف او مثلا اول مره تشوف عربيه لامبورجيني معديه في شارع فيصل، او ساعه رولكس، او حاجه من براند محدش بيلبسه غير مش عارف مين، فانت بتحس ان في شيء خيالي في الموضوع، وبتنسى فكره ان ده صنع بشري، مش بيجي في دماغك اطلاقا العمال اللي شغالين 12 ساعه عشان يطلعوا لك الايفون ابو 3 كاميرات، وعشان يطلعوا لك البراند اللي انت بتلبسه وبيبقى مع المشاهير بس، ولا المبرمج اللي ظهره اتكسر عشان تشوف السلعه بتاعته دي. انت بس بتشوف السلعه وكانها كيان منفصل جاي كده من السما نازل علينا ايفونات. وده شيء في صالح مين؟ في صالح الرأسمالية والرأسمالي، انك ما تفكرش ان في عبودية مثلا ورا مصانع ابل عشان تطلع لك الايفونات، ولا في مثلا اضرابات في شركة جوجل، الناس مثلا عاملين اضرابات عشان اجرهم منخفض، ولا عمال بيفقدوا اجزاء من اجسامهم وهم شغالين في المصنع اللي انت بتشتري برانداته، ولا ظروف الشغل الغير ادمية في مصانع ساويرس مثلا. فانت حضرتك وبسبب هذا الفتش انت بتشوف السلعة بس، مش بتشوف ان في علاقه اجتماعيه كامله قايمه عشان تطلع لك السلعه دي، عشان لو شفت ده هتفقد سمعه المكان ومش هتقدر تثق فيه اكتر بعد ما تشوف البلاوي اللي وراه. ففتشيه السلعه هي من اكتر الحاجات اللي بتساعد على الاغتراب اللي احنا فيه، لكن ليست الوحيده. وخلينا هنا ندخل في الجانب اللي بيساعد على الاغتراب اكتر من وجهه نظر ماركس، وهو الدين، بعبارته الشهيره الدين افيون الشعوب. فتعال نشوف قصده ايه بالعباره دي ونقراها كلها عشان نفهمها هو قصده ايه. يقول ماركس ان التعاسه الدينيه هي في شطر منها تعبير عن التعاسه الواقعيه، وهي من جهه اخرى احتجاج على التعاسه الواقعيه. الدين زفره الانسان المسحوق، هو روح لعالم لا قلب له، كما انه روح الظروف الاجتماعيه التي طرد منها الروح، انه افيون الشعب. خلينا نوضح سريعا الجمله دي عشان عاده ما تفهم بشكل خاطئ. انا هفسرها لك زي ما قريتها من ماركس بالدمج مع باقي الحلقه، اللي هو طبعا تفسير خاضع للخطا، بل اقوله لك انه تفسير خطا يتحمل الصواب. فانت روح اقرا العباره الكامله في بدايه كتاب نقد فلسفه الحق عند هيجل، هتلاقي في بدايه الكتاب الجمله، روح اقراها كامله والتفسير يعود ليك. فخلينا نقول تفسيرنا لهذه الجمله. المهم ماذا قصد ماركس بهذه العباره؟ هنا ماركس بيتناول الدين مش كدين نفسه وهو قاعد بينتقد فيه، هو بيتكلم عن الدين من ناحيه اجتماعيه، الدور الاجتماعي للدين. قال انه احيانا الدين بيساعد الانسان في الاغتراب اكتر واكتر. ازاي يا عم ماركس؟ قال لك لأن الدين من وجهة نظر ماركس هو اللي بيخلي الإنسان يرضى ويعيش بواقعه التعيس ويرضى بيه تحت مسمى الصبر والرضا، وانك هتتعوض في الاخره، وان الدنيا دي مجرد دار اختبار او ابتلاء. فهنا نوعا ما بيساعدك ان انت تتقبل الوضع اللي انت فيه، زي الافيونايه، الوضع الراسمالي اللي حطك تحت العبوديه ومخلي حياتك تعيسه. كمان ماركس كان بيتناول فكره تانية، هي ان الانسان ياخد القوه او يطلب العزم والخير والقوه من قوه تانية، اللي هو يقصد بيها هنا الإله. لأن كل إنسان، بيقول ماركس إن كل إنسان جواه إلهه الخاص، جواه القوة الكامنة. بيقول إن كل الصفات الجامدة والقوة والعزة كل ده جوه الإنسان، فلما بينسبها لقوة تانية فهو هنا بيغترب عن نفسه وبيخلي الإنسان دايما في حالة ذل واستعباد واعتمادية عشان ينال القوة اللي هي في الأصل فيه. وده الكلام ده مش أول واحد يتكلم عنه ماركس، فيرباخ أول واحد يتكلم عنه ويتكلم عن نقطة الاغتراب في الدين. وعشان تفهم الناحية دي أكتر حاول تسرش على الاغتراب الديني عند فيرباخ، وسرش برضو عن نقد الدين أو الدين أفيون الشعوب عند ماركس. المهم نيجي لآخر نقطة. أنت يا عمي أنا بدخل لك إنسان عادي، طلعتني إنسان مغترب ومش مغترب ومش عارف إيه. طب يعني إيه الحل؟ نعمل إيه دلوقتي وأنا واحد مغترب دلوقتي بعاني كل يوم من العبودية، بروح من 5 ل 6 شغل ما بخلص؟ إيه الحل؟ أكدب عليك لو كنت أقول لك إني دورت ولقيت حلول واقعية. يعني مثلا حلول ماركس مثالية جدا، إن هو إننا نعمل ثورة عمالية وعمال العالم كلهم يتحدوا ونبني مجتمع مثالي خالي من الطبقات. لكن إلى أن يحدث ذلك احنا نعمل إيه؟ للأسف يا صديقي مضطرين إن احنا نتقبل إن ده نظام عالمي، وإن اللي بيشيل الليلة كلها
بنعملها انا وانت واهلي واهلك. احنا اكتر الناس اللي بتعاني من المشاكل دي، وكل واحد بدرجته الخاصة. لكن الحل اللي انا بجربه هو ادراك ان ده للاسف واقع لازم نتقبله، وتتقبل ان دي حالة ما فيش خيارات عندي، فانا هتقبل ده واحاول اتعايش مع الوضع، وادراك ان في مشكلة واول شيء ان انا اتقبلها. ثانيا انك محتاج تقلل غربتك مع ذاتك، انك تحاول تخطف ولو 5 دقايق كل يوم تقعد فيهم مع ذاتك. حاول تسترجع انت كنت بتحب ايه، الحاجة اللي انت مش بتحس فيها بالوقت، وتحاول انك تعملها لما ترجع من شغلك. لو تقدر تعمل مشروع وتشتغل وتصرف عليه يبقى جميل جدا. لو بتحب النجارة وشايف ان ده مجالك وان دي الحاجة اللي فعلا انت عايز تعملها، حاول بقدر الامكان ان انت ولو تعمل جزء صغير منها كل يوم. حاول تفلت بنفسك. طبعا الكلام ده بالنسبة لشخص متجوز وعنده عيال ممكن يكون كلام اشبه بالمستحيلات، لكن لو حتى مش هتقدر خالص انك تعيش حياتك بالكامل زي ما انت عاوز في ظل المصاريف والشغل والقرف ده، فانت على الاقل حاول تاخد الوقت اللي انت فيه فاضي ويكون ليك. للأسف عندناش حلول تانية غير ان احنا نعمل حاجة احنا بنحبها نفلت بيها من هذا الوضع الاقتصادي وننسى فيها كل شيء. مهمتي دلوقتي خلصت، الآن عليك نقد النظرية ونقد كل الفلسفات. زي ما قلت لك كل الكلام في الحلقة هو كلام خاطئ يحتمل الصواب. عايز تقرأ اكتر في المواضيع وشايف ان انت مهتم، فعندك مصادر الحلقة في كذا كتاب هسيبهم لك تحت في الكومنتس، فروح اقرا الحلقة دي. احنا تعبنا عليها جدا عشان نوصل لكل الكتب دي، وقريت كل الكتب دي، فمحتاج ان انت تقرا في الموضوع هتستفيد اكتر، لان كل اللي قلته في الموضوع ده لو انت مهتم فهو بلح. انا ما قلتش اي شيء، الكلام كله تحت. فده كان دوري، دورك هو النقد يا صديقي. كان معكم محمد سامح من فلسفة الفراشة. اشوفكم في الحلقة الجاية. سلام عليكم.